مساء الفل والياسمين على احلى متابعين. هنعمل النهارده بقى بيتزا العشر دقايق بدون عجن وبدون فرد وبدون تخمير وكمان بدون فرن، يعني سهله وسريعه ولذيذه وبجد ما بتاخدش وقت خالص. تنفع للفطار والغدا والعشاء او جوع نص الليل، وممكن كمان نعملها للاولاد في اللانش بوكس، هيحبوها جدا. بس لو اول مره بقى تتابعوني ما تنسوش الاشتراك في القناه وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه معايا نص كيلو من الدقيق، حطيت عليه رشه من الملح، وبعدين نزلت بنص معلقه صغيره من البيكنج باودر وقلبتهم مع الدقيق. معايا بقى نص كوبايه من الميه الدافيه، دوبت فيها معلقتين من السكر ومعلقه من الخميره الفوريه وسبتهم لحد ما بداوا يتفاعلوا كده ويعملوا فوم. حطيتهم على طول على الدقيق وبدات اقلب كده، وفي نفس الكوبايه ضفت كوبايه من الميه الدافيه برضو على الدقيق كده، وبعدين هضيف ربع كوبايه من الزيت. وزي ما انتم شايفين انا بستخدم الاسباتيولا في التقليب كده، يعني ما بعجنش بايدي ولا حاجه، سهله جدا. هضيف بقى هنا لسه العجينه تقيله معايا شويه، فهضيف نص كوبايه كده من الميه وهقلبها تاني، وهرجع اضيف تاني لو لقيتها لسه تقيله. بنضيف الميه بالتدريج لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. احنا طبعا عايزين قوام العجينه يبقى شبه سايل شويه، يعني مش بنعمل عجينه متماسكه، لا عايزين القوام يبقى سايل شويه زي ما انتم شايفين كده. هو ده القوام اللي انا وصلت له، وهي دي العجينه السايله اللي احنا هنعمل بيها البيتزا بتاعتنا. هنسيبها بقى على جنب، هنغطيها لحد ما نحضر الحشوات بتاعتنا. مش هنسيبها تخمر ولا حاجه، انا بس احضر الحشوات. انا هعمل بيتزا بالفراخ، فعندي هنا قطعتين من الفراخ قطعتهم مكعبات صغيره، ونزلت بقى كده عليهم بمعلقه من الزبده وهديهم تشويحه، وبعدين هديهم بقى شويه من الملح والفلفل والثوم البودره والبصل البودره والبابريكا. قلبتهم كده لمده دقيقتين، واختبرت الفراخ لقيتها استوت معايا، ما بتاخدش وقت طبعا لان هي قطع صغيره. هنا بعد ما عدى 10 دقايق قبل ما حضرت الفراخ وقطعت شوية من الفلفل والبصل، يعني 10 دقايق تقريبا، وكانت العجينة مرتفعة بالشكل ده. وطبعا لاننا عجنين بمية دافية وكمان العجينة خفيفة فما بتاخدش وقت تخمير، وكمان الجو حر جدا، فلقيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اديتها تقليبة، وبعدين هجيب بقى طاسة عشان انا هسويها على النار من فوق في الطاسة دي، وبرضه هوريكم طريقة تسويتها في الفرن. هنا بقى ضفت العجينة بتاعتي بالشكل ده ووزعتها كده في الطاسة. طبعا كنت دهنة الطاسة بمعلقة كده من الزيت، وهحطها بقى على النار وهغطيها وهسيبها بقى تقريبا 5 دقايق لحد ما تبدأ تاخد لون معانا من الجناب كده وتحمر. هنا بقى هبدأ احط معاكم الصينية اللي هتدخل الفرن. حطيت باقي العجينة في الصينية، وطبعا كنت دهناها برضو بشوية من الزيت وفردتها بالشكل ده. هدخلها بقى الفرن على اعلى درجة حرارة، يعني مسخنة الفرن على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص، وبعدين اول ما تاخد لون معايا من الجناب هطلعها على طول. اما بالنسبة للطاسة اللي انا حطيتها على النار من فوق فبتكون على نار وسط، يعني مش عالية قوي ولا هادية قوي. وتعالوا بقى سريعا نحضر مع بعض صلصة البيتزا السريعة. معلقتين كبار من الصلصة، عليهم معلقة من الزيت، حطيت بقى ملح وفلفل توم بودرة بصل بودرة وكمان رشة من الزعتر، وخففتها شوية بمعلقتين من المية وقلبتهم بقى كلهم مع بعض كده. بقى الحشوات بقت جاهزة عندي، وكمان العجينة بتاعتنا بقت جاهزة اننا نحط لها الحشوة. اول ما اخدت لون من الجناب كده ذهبي طلعتها، دهنت وشها بالصلصة، وبعدين وزعت بقى شوية من الجبنة وشوية من البصل، وبعدين حطيت الفراخ والفلفل والزيتون، وحطيت شوية كمان من الجبنة فوق، جبنة الموتزاريلا، وبعدين ضفت بقى شوية كده من الجبنة التشيدر او ممكن تضيفوا جبنة رومي. وبنفس الطريقة عملت بقى اللي كانت في الطاسة اللي احنا سويناها على النار من فوق. اول ما بدأت تاخد لون برضو من الجناب نزلتها بقى من على النار وضفت لها الحشوة ووزعتها كويس كده، وغطيتها ورجعتها تاني على البوتاجاز لحد ما الجبنة ساحت معايا، وكمان اللي في الفرن دخلتها كده لحد ما الجبنة ساحت، وفي الاخر فتحت عليها الشواية لمدة دقيقة. اخدت لون معايا حلو زي ما انتوا شايفين، ومفيش اسهل من كده بقى. 5 دقايق في الاول تاخد لون من الجناب، وتاني مرة بندخلها 5 دقايق لحد ما الجبنة تسيح وتطلع معانا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. طبعا تقدروا تستخدموا اي حشوة تفضلوها، يعني مش لازم فراخ ولا حاجة، ممكن تعملوها خضار بس وهتبقى حلوة جدا. بصوا بقى الجبنة سايحة والبيتزا بجد ريحتها تجنن وشكلها تحفة ويفتح النفس. شايفين بقى التفاصيل بتاعة البيتزا؟ طبعا دي انا عاملاها مربعة، تقدروا تعملوها في صينية مدورة عادي. شايفين اخده لون من ورا حلو جدا،
والجبنه كده سايحه ونايحه وتجنن. دي بقى طبعا اللي سويناها في الطاسه. انا طبعا بعد ما الجبنه ساحت دخلتها كمان تحت الشوايه لمده دقيقه، اخدت لون بسيط جدا. لو مش حابين تعملوا كده برضو هتبقى حلوه. بصوا شايفين الحلاوة، وشايفين بقى العجينة طالعة هشة كده مش مكتومة ولا حاجة. وبس خلاص كده عملنا احلى بيتزا في 10 دقايق بس. جربوها بقى واتمنى تعجبكم. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة وكتروا الشير، واشوفكم على خير.